بس انا عاوزكم تقولوا لنا الخيرات يا ابن الكلب يا واطي دخل من الخليج ما بين 150 مليار ل 175 مليار مساعدات، ما بين مساعدات نقدية ومواد بترولية. أين ذهبت هذه الأموال؟ المصريين ما شافوش منها غير 4.5 مليار يا 7 مليار، مش متذكر الرقم، والباقي راحوا فين؟ اختفوا، محدش عارف. عليك ديون ب 200 حاجة و40 مليار باعتراف الحكومة في اجتماع رئيس الوزراء. راحت فين الفلوس دي؟ محدش عارف. واخد رئيس الوزراء بيقول لك احنا واخدين 10 تريليون جنيه من البنوك. ماشي هفترض 10، هم 15 تريليون. ودوا ال 10 تريليون جنيه يقول لك طرق وكباري. ليه يا ولاد؟ وانتوا بانيين الطرق والكباري من الذهب يا ولاد الكلب يا واطين؟ رفعوا الضرايب على الناس الضعف والضعفين. ما في حد لو عنده كشك خرب بيت امه في الضرايب. قفلوا البيزنس والمصالح، والجيش نهبها كلها وحطها في كرشه. الجيش ودى الفلوس فين؟ برضك محدش عارف. فانا عاوزكم تجاوبوني يا ولاد الكلب يا واطين. وديتوا خير وفلوس مصري فين؟ طب الجزيرتين اللي اداهم للسعوديه وديتوا 16 مليار بتوعهم فين؟ طب حتى ال 35 مليار بتوع الامارات حد منكم شاف منهم زرار ولا دولار ولا حتى بحث يا نور العين؟ طب راس بناس ده في كذا جزيره باعوها في البحر الاحمر، حد منهم شاف حاجه؟ طب القطاع العام اللي عمالين يبيعوه في 16، متشكرين يا عم على الدعم الله يبارك فيك. الناس حد منكم شاف حاجه لما باعوا ارض ماسبيرو؟ شفت منها حاجه؟ ارض نادي الصيد في اسكندريه، الساحل الشمالي وباعوه تقريبا كله ما عدا كام حته كده، حد منكم شاف منه حاجه؟ طب الفلوس اللي بيلموها من الكارته والاتوات اللي بيفرضوها على الطرق، حد منكم شاف منها حاجه؟ جاوبونا، جاوبونا يا ناس. الفلوس اللي كان بتوع الناس اللي فاتهم سن التجنيد وعايشين في اوروبا وهم بالملايين، بتاع ال 5000 يورو ودلوقتي عاملين 7000 ولا 8000، كانت الناس بتدفعهم على بنك في الامارات، بنك مش مصري، بنك اماراتي. حد شاف منهم دولار ولا يورو دخل خزينه الدوله المصريه؟ انا عاوزكم تجاوبوني يا جدعان. انا راجل ضال، انا فاسد، انا مدعوم من امريكا ومن اسرائيل ومن تركيا ومن قطر ومن انجلترا ومنين؟ من عارف دول الواء اللي هي موجوده بعد القطب الجنوبي، موصيني عليكم. القليل بعتني انا هنا من كام سنه اسبقهم على الارض عشان اخرب مصر. بس حد يجاوبني يا ولاد الكلب يا واطيين. استفدتوا ايه من ابن العماره اللي جه وقال لكم ادوني سنتين بس وهتشوفوا 2020 مصر هتكون في حته تانيه. انا جاي اغني الناس، جاي احنو عليكم. لا والله مالينا نيه في حكم مصر. وبعدين اللي هيجي جنب الكرسي ده هشيله من على وش الارض. الله لا 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 لا، جرايس السوق انت بتحورت ليه؟ بقيت زومبي ليه يا عم؟ احنا عملنا لك ايه؟ لا انتوا ما تعرفونيش، ده انا بدفع الجنيه اللي يطلع مني جنيه. وخرج يقول انتوا ما تعرفوش ان احنا فقراء قوي ولا ايه؟ طب يا في دولة فقيرة تجيب اغلى طيارة في العالم والتاريخ الانساني للكلب اللي راكبها؟ هي في دولة فقيرة يا ولاد الكلب لما تبني قصور والحاكم عنده 96 قصرا واستراحة رئاسية، تبني عشرات القصور ومئات الاستراحات والفلل وشحاتة، ويطلع ابن الكلب يقول الفكة لما تروح تدفع 100 جنيه ويبقى ليك 50 قرش 40 قرش، انا عاوز الفكة دي. ويطلع ابن يقول لك صبح على مصر بجنيه. ويا ابني اصبح على مصر بجنيه ولا اجيب بيه نص رغيف عيش لعيالي؟
وانا مش لاقي اكل. لا قعدتوا تصبحوا يا اولاد الوطن على مصر لما متوا من الجوع ومن المرض وقصرتم واتشردتم وطلع ميتين ابوكم، وفي الاخر بيطلع لكم لسانه في قصر. ما في حد في التاريخ الحديث بنى ولا صرف الفلوس اللي صرفها على قصر. ده القصر ده فيه قصور صغيره كده، ملحقات، اسم النبي حرصه حسن، واسم النبي حارسها آية ومحمود ومصطفى واخته وبنت اخته وبنت عمه وبنت خاله، وكل قصر صغير فيه حمامات السباحه والصاونه. احا يا احا يا احا يا احا، لازم يمشي وعمرنا ما هنخليه هندوس عليه ابن المعرص ابن الكلب الواطي. يا شعب مصر يا اولاد الكلب، الله يلعن ميتين ابو الظلمه اللي فيكم، الله يخرب بيت ميتين امي اللي بيأيدوا النظام الكافر الملعون اللي فيكم يا اولاد الكلب. البلد هتضيع يا اولاد لو ما كونتوش خلاياكم واستعديتم الى الان. في اي لحظه البلد دي ممكن تقع بجد، لما يخرج الجوع يولعوا فيها يا اولاد الكلب. هذا النظام المهترئ الواطي ابن لا يستطيع ان يحمي نفسه لمدة اسبوع الا اذا كنت انت نايم على بطنك يا ابن الكلب. منك ليه فوق وانتفض يا ابن الكلب يا واطي. الدنيا كلها سبقتنا بالاف الاميال. دول افريقيا اللي كانت جعانه وشحاته الانترنت من اسرع ما يكون وببلاش هناك يا ولاد. المواطن هناك بياكل لحمه يا ابن الكلب يا واطي على حجم الزباله اللي انت بتمد ايدك فيها يا ابن الكلب. وجبه المواطن الافريقي معظمها لحمه دلوقتي يا ولاد الكلب. اشمعنى انت اللي جعان يا ابن الكلب يا واطي؟ منك ليه؟ ويقول لك شد على بطنك وانا عارف ان انتوا بتستحملوا ومهما اديكوا هتقول كمان. انا حاسس ان الشعب واقف معايا. الشعب واقف معاك يا عشان جهلته يا ابن، عشان رعبته يا ابن، عشان ذبحت القطه يا ابن الكلب. لكن والله حان معاد القصاص الآن، وهذا معاد ذبح النظام وكل من ينتمي ليه حتى لو كان ابن لجنة جبان. يا شعب مصر، يا شعب مصر، آن الأوان يا ولاد الكلب يا واطين